نطبع مع فرنسا، ولسنا مطبعين مع فرنسا. ومن منبري، فرنسا ليست صديقة لأي مواطن سوري، حتى المواطنين الألمانيين هم ضد فرنسا. تمام أستاذة، كلامي جدا واضح وصريح. أنت كيف تقبلي على نفسك بأن تطبع دولتك مع دولة قتلت قارة ولم تقتل بلد؟ قتلت قارة، نهبت خيرات أفريقيا والذهب، ما خلت بأفريقيا أي شيء، حتى نهبت عقولكم أنتم كجزائريين. لا الحمد لله لم تنهب عقولنا، لأن فرنسا ما أخذتش. طيب كيف تطبعين مع دولة قتلت منكم مليون ونص؟ ما طبعوش. هناك تطبيع. لا أستاذة. أخي ما تسمعش واش يقول لك أنت راسك برك. هناك تطبيع وهناك علاقات دبلوماسية. هل لديكم سفارة فرنسية أم لا؟ لا، نعم لدينا. هل تتكلمون اللغة الفرنسية رسمية في بلادكم أم لا؟ رسمية؟ يعني مو رسمية بالكتابة والقراءة، تتكلمون الفرنسية. كما تقولون أنتم الإنجليزية. نحن لا نتكلم إنجليزي، نحن لا نتكلم إنجليزي. يا زمون، بدي أسألك سؤال. أنت عربية؟ أنت عربية؟ الحمد لله عربية مسلمة وأفتخر، جزائرية كرغولية مثل ما بتقولوا وأفتخر. تمام، هذا شيء جميل. بإمكانك تحكي معي. هل يمكنك كلمة واحدة بنت الجماجم الذين هم موجودين في فرنسا. الحمد لله. يا زمون، شيخة سوف أطلق عليك اسم قمر الكراغلة لأنك ذمون. طيب منير، اسمح لي. شيخة مون، يا شيخة، بدي أسألك سؤال. أنت سألتك سؤال، قلت لك أنت عربية، قلت لي نعم وأفتخر. أنا بدي إياك تحكي معي لمدة دقيقة باللغة العربية الفصحى، هل تستطيعين؟ نعم. نعم. والآن السؤال هل يمكن أن تسامحي وأن تصالحي من اغتصب أمك؟ لا يمكنني أن أسامح من اغتصب أمي. هل يمكنك أن تصالحي وأن تسامحي من قطع رأس جدك؟ لا يمكنني أن أسامحهم. ولا تصالحيه؟ ولا أصالح. ولا تضع يدك بيده؟ ولا أضع يدي بيده. يعني هل تصالحين؟ ما خلصت. هل تصالحين من جلب جماجم أجدادك وأخوالك وأعمامك ووضعهم في متحف وأصبح يقول للبشر تعالوا وتصوروا وخذوا سيلفي؟ دقيقة. ادعموا اللايف يا جماعة، ادعموا اللايف. سنيالات يجوا سنيالات. هل تصالحينه؟ تكلمي باللغة العربية الفصحى. لا أصالحه. لماذا رئيسك يا شيخ مون صافح رئيس هذه الدولة التي اغتصبت أمك وقتلت جدك وخالك وعمك؟ تفضلي جاوبيني. لأنه صافحه من أجل العلاقات، لا غير. هل يمكن يعني بدي أسألك سؤال، أنت بتقيمي علاقات دبلوماسية مع واحد اغتصب أمك؟ في العالم يا أخي، اغتصبت في سوريا واغتصبت في المغرب. بسألك إليك هلا، نحن قلنا الحرة المغتصبة لا تصالح. الحرة المغتصبة لا تصالح. الدم مقابل الدم. الجزائر بلد الأحرار أخي. الجزائر بلد الأحرار. اسمعي أقول لك، نحن إذا أنت هيك ما بتصالح، نحن اليوم وقت بشار الأسد، شوفي أنت مبين عليكي شيخة وبتعرفي بالدين صح، وجي دخلتي علينا بمدخل الدين. اليوم بشار الأسد والإيراني صار يقولوا للشعب السوري يسقط ربك ولا يسقط بشار. ماشي؟ فنحن طلعنا الشعب السوري لأنه نحن من حقنا نختار الرئيس اللي بدنا إياه. بشار الأسد هو إيراني من أصفهان، يعني ليس سوري، وبدنا نختار رئيس من سوريا. يعني ما هو مبندق أمه ما بعرف من وين، يعني مو ضرب براني. فنحن جينا طلعنا ضد بشار الأسد لنشيله ونغيره. تمام؟ نشيله ونغيره، وقلنا شوفي نفنا تعرف ايش يعني نفنا باللغة العربية؟ يعني نموت نصبح رمادا في الهواء. نفنا ولا يحكمنا الأسد. قلنا كلمتنا، يعني لن نصالح الأسد لو قتل
26 مليون سوري لأنه صالح الأسد. فشلون حتى علاقات دبلوماسية ما بنعملها مع إيران وروسيا، فشلون اليوم فرنسا قتلت مليون جزائري تقبلي تقيمي معها علاقات دبلوماسية وتقبلي تقيمي معها صفقات اقتصادية تتعلق بالغاز؟ كيف بتقبل يكون في بيني وبينك بزنس ماشي؟ أنا اغتصبت أمك، شلون بترضي أنت؟ مثالها صغير، شلون بترضي أنت تقيمي معي علاقة تجارية تبيع وتشتري معي وأنا مغتصب أمك؟ شلون؟ فهميني إياها. ديجا في الأول الجواب الأول، أنتم تحت أرض سوريا ولا لا؟ نعم. أنتم راكم ساكنين في سوريا ولا لا؟ انا في سوريا. انا في سوريا. منير رح اجاوبك. انا طلعت بالمظاهرات السلميه. شيخه لا انا بدي اقول لك انا ليش برا، انا في اوروبا، بس بدي اقول لك ليش انا في اوروبا. اقول لك ليش في اوروبا. انا طلعت بمظاهرات سلميه ضد بشار الاسد، تمام؟ ضد بشار الاسد. ضربوني طلقه، شو فيها؟ مبينه عليكي؟ شو فيها هون هلا هون ها، لانه طلعت بمظاهره ضد بشار الاسد وقصفونا. نحن مدنيين، لو انا مرتزق وشايل سلاح كنت شفتيني هلا في سوريا، تمام؟ بس انا زلمه مدني، ما بحسن اقاوم الطياره، وما بحسن اقاوم الدبابه، ما بحسن اقاوم الكمامه. هربت وطلعت على اوروبا. بتلوميني لانه انا هربت من القنابل؟ قمر الكراغي شو فيها؟ اوكي هون اجت الطلقه. كرغولية وافتخر بذلك اخي، كرغولية وافتخر. راكي في فرنسا تسالي بالناس انتم وين؟ انا في سوريا. انا في سوريا. هو اللي قال لي كيف يعني ترضوا تتعاملوا، كيف ترضوا تتعاملوا مع واحد يعني اخذ خيراتكم وقاتل شعبكم، يعني كيف انت ترضى تعيش مع رئيس يقتل في خوتك في نفس البلد؟ نحن في المناطق، انا في المناطق الخارجه عن سيطره هذا النظام. انا في مناطق محرره. انا منك ما نرضاش نعيش في بلاد يقتل. السلام عليكم يا اخي منير، الله يعطيكم العافيه. ممكن هي حكومه طابون تاجلوا لنا اياها لبعدين. اللي عندنا القصه الاهم انه تركيا بعد كل هالتعب اللي تعبوه مع العرب والمساعدات ولا كلمه شكر. موضوعنا لازم يتركز على هالنقطه، على العنصريه، على الغل اللي بقلبهم ضد العرب. حكومه الطابون بعيده عنا هلا، ما يعني لا اسمه تبون. الرئيس عبد المجيد تبون. الرئيس عبد المجيد تبون. يا زمون انا سالتك سؤال ما جاوبتني عليه. يا زمون هو هذا اللي بتحفظ. يا زمون انا سالتك سؤال ما جاوبتني عليه. شيخه وش هو سؤال؟ معلش انا انت امراه صريحه، ما جاوبتيني عليه. انا راح اعطيكي سؤال يعني اقرب الى السياسي، لانه في ناس ما بتفهم مصطلحات سياسيه. اليوم انت اذا اجى واحد لو بعيد الشر عنك، اذا اجى واحد واغتصبك، بترضي ابنك بس يكبر يعمل معه علاقات اقتصاديه وتجاريه؟ لا ما تعطينيش خويا، ان حبيت تعطيني امثله اعطيني امثله عن غير. طيب اليوم واحد مثال بيقدر يوضح لك اليوم ما بفهم غير الطريقه. ترضي حدا يقيم علاقات اقتصاديه مع واحد اغتصب الجزائريات؟ هاني راها في فرنسا وخايفه تتكلم على الاحتلال الفرنسي لبلاده. لا انا ينعل بفرنسا، انا عندي ينعل بابات في فرنسا. انا راني في فرنسا ما نقولش لا، وينعل بابات في فرنسا. قولي بأني كم مرة ذهبت إلى متحف اللوفر وتصورت مع جماجم أجدادك؟ أقسم بالله العلي العظيم لي الفخر أني نتصور مع جماجم جدودي كما تقول. يا أستاذة أنت قلت بأنك مسلمة. يا أستاذة أنت قلت بأنك مسلمة. في الإسلام إكرام الميت دفنه. لماذا حكومتكم لا تطالب بجماجم أجدادكم؟ الحكومة الجزائرية طالبت بإرجاع الجماجم ورجعوا نصف الجماجم يعني دخلت لفرنسا. والحكومة باللغة العربية الفصحى ما عم بفهم عليك. تطالب بالاحتضار الرسمي من فرنسا. تكلمي باللغة العربية الفصحى لا أفهم عليك إذا سمحت. أنا لا أفهم
لكم حتى انتم تعودوا ولي الدول المشرقيه يتكلموا العربيه الفصحى ما يتكلموش اللغه العربيه الفصحى. يا ازاي استاذه اتكلم معك باللغه العربيه الفصحى. استاذه قمر الكراغله اتكلم معك باللغه الحمد العربيه لله الفصحى. افخر لي وافتخر بذلك. نعم كيف لك يا استاذه قمر الكراغله، يا قمر الكراغله مره اخرى، كيف لك ان لا تطالبي انت في فرنسا، كيف لك بأن لا تطالبي بحكومتك بأن تستعيد جماجم أجدادك لطالما أنك مسلمة وإكرام الميت دفنه؟ الحكومة الجزائرية لا تنتظر إذن مني بطلب، يعني أنا نقول لها روحي طالبي بالجماجم التورك من فرنسا. لا، الحكومة الجزائرية أدرى مني بذلك، والحكومة الجزائرية طالبت بذلك. أنت تعبدين يا زمون الجماجم اللي رجعت للجزائر كانت تقليد. أنا أعبد الله لا أعبد سواه. ما هي أوريجينال يا زمون فهميني خلي لي عينك. يا زمون الجماجم اللي رجعتوها طلعت تقليد وليست اوريجينال، ما هي الاصليه. ليه اخي اعطاك انت، يعني انت اللي فحصتها وشفتها تقليد ولا اصلي؟ لا، هذا كلام الباحثين، مو كلامي. كلام المغاربه يا استاذه بعض الجماجم لا كلام باحث فرنسي. بعض الجماجم التي يا استاذه بعض الجماجم التي اتت الى الجزائر مكتوب عليها مدين تشاينا، يعني ارحموا عقولنا. انا شوف استراحه يا شباب منير دعمنا الحساب قل لهم دع حساب. اكتب اكثر من مره تعليق نفس التعليق، اكتب اكثر من مره. يلا قل لهم يلا اهو يا جماعه كتب وحدات يا شباب راح اكتب لكم واحد. هذا الحساب مو اللي عم بحكي منه، كتبت لكم واحد، ادعموني خلوني اوصل لل1000. يا استاذ كيف تردي قمر الكراغله؟ كيف تردي بأن بعض الجماجم التي أتت إلى فرنسا إلى الجزائر من فرنسا مكتوب عليها ميد إن تشاينا؟ رح اكتب واحد. يلا يا شباب. يعني ايه مطبوع عليها؟ نعم بعضها مكتوب عليها ميد إن تشاينا. تقدر توريهم لي؟ يا أستاذة يعني تمارسون التقية بأبهى صورة، يا أستاذة أنت محترمة، أنت امرأة محترمة، كيف تراوغين أكثر من رونالدو وميسي يا أستاذة؟ تراوغين جميع أسئلة فكاهية، يعني أسئلة غير منطقية. الاسم هاني العزو يا شباب، هاني العزو الحساب البديل. راح أكتب لكم واحد، هاني العزو الحساب البديل. لا إله إلا الله. منير ما بتعرف، الشيخة ما بتعرف بالسياسي. أترى هناك شاعر يقول يا أستاذة افهميني، هناك شاعر يقول أترى حين أفقع عيناك وأثبت مكانهما جوهرتين، أترى هي أشياء لا تشترى. يعني إن وضعت مكان عيناك من شيء من الألماس أو من الذهب لن ترين تمام، لأنهم يعني أشياء لا تشترى. كيف لكم بأن تقبلوا ببضع الجماجم والبقية ما زالت موجودة في المتحف؟ أن الجزائر قبلت بهذا. الجزائر قلت لك منذ البداية أنها تطالب بالاعتذار الرسمي من فرنسا. ماكرون رفض الاعتذار. شيخة ماكرون رفض الاعتذار. والله راح أعطيك مجال. يا أستاذة إذا أتى زوجك إلى المنزل وهو جائع وطلب منك أن تحضري له الطعام ولم تحضري له الطعام، هل يشبع؟ لا. هل يكفي بأنه طلب؟ لا. طيب الجزائر طلبت بالجماجم، ما الفائدة من الطلب إذا لم يتحقق؟ لا سيتحقق. سوريا قامت بالحراك ولم يتحقق. يا أستاذة ما زلنا نكافح يا أستاذة لا تنحصري في الزاوية أرجوك. ما زلنا نقاتل، ما زلنا نجابه، ما زلنا ثابتين، ما زلنا على الحق قائمين إن شاء الله. لكن ماذا أستفيد من طلب الجزائر الحكومة التبونية؟ ماذا أستفيد من هذا الطلب لطالما أنه هذا الطلب لم يتحقق ولن يتحقق؟
وسيتحقق بإذن الله، سيتحقق. يا أستاذ، نحن لا نعلم بالغيب ولسنا منجمون، نحن نحب الديناميك العمل الديناميكي يا أستاذة، تفهمين اللغة الفرنسية؟ العمل الديناميكي، نحن نعشق العمل الديناميكي، أشياء الملموسة. لا علم الغيب تركناه لله وهو لله. سؤال أستاذة شو دارسة أنت؟ مو داخله المدرسه، ليش تسال؟ لا دارسة سياسة في من باب جامعات الثقافة بس الفرنسية. مو أكثر، شو دارسة؟ شو دخل هذا في يعني دارسة تاريخ، دارسة حضانة، دارسة اخدم من كل شيء أدب. شويه، اخدم من كل شيء شويه. طيب بدي أسألك، الجزائر حكومتك زوجي، أنت بجوز ما تعرفين هذا الموضوع، لتدعم بشار الأسد وتدعم المقاومة، أرسلت عناصر جزائريين للقتال بجانب بشار الأسد ضد الإرهاب. أنا أعرف أن الجزائر أرسلت الحماية المدنية لإنقاذ الشعب السوري. ما هلا عم بحكي أنا عن عام 2012. قد إيه عمرك؟ قد إيه عمرك؟ أنا 54 سنة. 54 طيب سنة. معناها عندي شغله، بس انا ممكن تعليق. انا بتمنى له حكومه ورئيس مثل رئيس سوريا يجي يحكمها ويتم هيك طول العمر عندهم، عشان تعرف ان الله حق. إن كان في نيته حاكم سوريا يعني وخايف على بلده، إن شاء الله يا ربي. لماذا لا؟ أنت تدعمينه وتقولين له خايف على بلاده، والآن تقولين وعيون الزرق. يا أستاذة أنت تنافقي. يا أستاذة أنت بالبداية قلت بأننا ندعم بشار الأسد لأنه رئيس شرعي لسوريا وهو يخاف على بلاده ويحارب الإرهابيين. الآن تقولي إذا كان على حق وخايف على بلاده إن شاء الله، ليش لا؟ كلنا نتمنى رئيس. يا أستاذة يا أستاذة اصمتي، كفاكي نفاق. مش نفاق، أقسم بالله العلي العظيم ما نفاق. إن كان بشار أنا أقول من أول يا أستاذة أنا كسوري، والأستاذ هاني كسوري، والسيد كيمسس السوري كسوري، والسوريين في التعليقات يقولوا لك بأن بشار الأسد قاتل لشعبه، وأنت تقولي قد يكون هو البراميل المتفجرة جاءت من خارج البلاد. أنا جاوبت على قد السؤال. إن كان بشار يعني يقتل ما بيصير تجاوبي على قد، ما بيصير تتلوني. الحديث السياسي ليس فيه تلون يا أستاذة. لا يا أستاذ، أنا آسف سوف أنهي النقاش معك. الله يحشره مع بشار الأسد. دقيقة أخي، أنا حتى أنت متلونة. لا أستنى أخي، خليني أكمل. أنا حتى في بلادي لو كان الشعب يدور على النظام تاعه ويكون النظام على صح، أقسم بالله العلي العظيم أنا مع النظام. حتى ولو يعني لو كان الشعب يكون ضد النظام وهو مش يعني حاب يخرب البلاد، حاب يمدها لجماعة معينة، أنا ضد الشعب ومع النظام. تمام، شكرا لك. ممكن بس تسكتي هلا حتى أخلص بقول لك تكلمي بس أخلص أقول لك تكلمي. أستاذة، بشار الأسد استقدم لنا حزب الله الشيعي، استقدم لنا الحرس الثوري الإيراني، استخدم لنا الحشد الشعبي العراقي، استخدم لنا لواء زينبيون الأفغاني، لواء الباقر، لواء أبو فضل الزبال عباس، استخدم لنا روسيا، استخدم لنا إيران بذاتها، استخدم لنا الاحتلال الأمريكي، استخدم لنا الاحتلال التركي. ألا يكفيك 10 احتلالات في سوريا ليثبت لك بأن بشار الأسد لا يشتغل لأجل سوريا؟ تكلمي. ما عاودش قلت، ما سمعتكش. عفوا، لم أسمع السؤال. عاودش قلت، ما فيهاش حاجة ضحك. عاودش. أستاذة، بشار الأسد استخدم حزب الله ولواء أبو فضل العباس ولواء زينبيون ولواء والحشد الشعبي والحرس الثوري الإيراني، واستخدم روسيا، واستخدم إيران، واستخدم تركيا، واستخدم أمريكا. جميع هؤلاء احتلالات، 10 احتلالات في سوريا. ألا يكفيك بأن بشار الأسد استخدم الاحتلالات 10 لبلده وتقولين لنا بأنه يشتغل لبلده؟ والله يعني سؤالك مش نقول لك جواب ما يعجبكش.
10 احتلالات في بلدي، 10 احتلالات في بلدي سببها بشار الاسد. تفضلي اعطيني يا شيخة يا خليني شيخة اعطيني جواب. لا لا شوف اقنعك خالص. سؤال واحد اخي، سؤال واحد نقدر نسقسيك، ما رانيش عنصريه، ما تقولش انت عنصريه وتجاوبيني هكذا ولا هكذا. سؤال تفضلي. واحد، انت كردي ولا سوري؟ كردي ولا سوري؟ ولا نعم كردي سوريين فيهم أنا تمام. أنا عربي، أنا عربي وجدي عربي وجد جد جدي عربي. أنا عربي من قبيلة طي. أنا عربي من قبيلة طي. نسبي يمتد إلى الجزيرة العربية. عربي أنا. تفضلي. هذا هو سؤالي اللي كنت حاب نسأله. تفضلي أجيبيني عربي الآن. ولا كردي؟ أجيبيني، تفضلي أجيبيني. أنا والله يقول لك كيفاش يقول المثل يعني أتشرف بأن أكون كرديا. لي الشرف بأن أكون كرديا لكني عربي. وقبل أن يكون عربي أو كردي هو مسلم. هو مسلم صح. نعم. تفضلي أجيبيني على سؤالي الذي سألتك ب10 احتلالات استخدمها بشار الأسد لسوريا. كيف لك أن تقولي بأن بشار يشتغل لصالح بلده؟ لو كان ما كانش يشتغل صالح بلده، لو كان مشى من نهار الأول كي خرجت الثورة يمشي هو. هذا بشرفك هذا جواب؟ هذا هو جواب تاعي. أنا هذا 10 احتلالات في البلد، 10 احتلالات في البلد. ألا تستحين على نفسك على كمية النفاق؟ الرئيس تاع سوريا تاع تونس بن علي كي ما قدش عليها وشاف الثورة ناضت تهرب باسكو ما كانش قتل بن علي يا أستاذة، بن علي ليس حامي لإسرائيل. اتصلوا به قالوا له انقلع، انتهى دورك. أما بشار الأسد حامي لإسرائيل، وقالها رامي مخلوف ب2011 قال أمن سوريا من أمن إسرائيل. لا أنا مش معك في هذه الفكرة. أنت لا تسمعين الحق. أنت لا تسمعين الحق. أنت ولا تعرفي كيف تتكلمي في الحق. أنت فقط تصفقين للباطل. أنت لا تسمعين الحق، فقط تصفقين للباطل. أنت مراوغة، أنت مراوغة، وأنت منافقة، وأنت أيضا يعني تمارس التقية أكثر من الشيعة ذاتهم.